لم نكن نعلم أثناء تصويرنا لطابور شاحنات الصرف الصحي في دبي أن هناك حادثا خطيرا سيقع على بعد خطوات منا بسبب الموضوع الذي جئنا من أجله أصلا، وهو الشيء الذي لا زال يؤرق ساكني المجمعات السكنية القريبة من محطة الصرف الصحي في دبي لخطورته على حياتهم. فسائقو الشاحنات هنا لا يلتزمون بالقواعد المرورية التي تحميهم وتحمي غيرهم من خطر الحوادث القاتلة، فهم يصطفون في انتظار دورهم بالقرب من الطريق العام، وفي الوقت نفسه يعملون على إعاقة سكان المناطق القريبة من الدخول أو الخروج لبيوتهم بأريحية لحجبهم وإغلاقهم جميع المنافذ. هذا عدا عن ممارستهم للعبة القط والفأر مع دوريات المرور، فبمجرد أن تصل مركبة الشرطة يسود النظام ويقف كل حسب دوره في انتظار التخلص من الحمولة، وما أن يدير رجل الشرطة ظهره حتى يبدأ كل باستعراض عضلاته في انتزاع مكان أقرب للمحطة يجنبه عناء الوقوف والانتظار لساعات طويلة. شو سوي هذول التناكر؟ عنده 4 مساعد، مو واحد بوقف هناك في المجاري، واحد عند الدوار، واحد على الدوار هذه زين، وكله عنده موبايلات. هلو بابا وين وصل الشرطة؟ الفلانة مكان. الشرطة لما يروح يمين السيارات بتدخل من اليسار، الشرطة إذا راح يمين السيارات كلها بتدخل من اليسار. هذه عندنا مشكلة، الله يخليك سوي ترتيب على هذا الشيء. بالفعل تلك هي المشكلة الحقيقية، عدم الالتزام واحترام القانون إلا بوجود رجل المرور، بل وتخصيص معاونين منتشرين في جميع أرجاء المنطقة لنقل كافة تحركات رجال الشرطة عبر الهاتف لتسهيل التجاوزات الخطيرة التي قد تتسبب بوقوع حوادث قاتلة أو حتى نشوب شجار بين من يقف في الطابور من الصباح الباكر ومن جاء لينتزع المكان عنوة بغير حق. في كل يوم عندما تكون الشرطة موجودة يسود النظام وكل يقف حسب دوره، وعندما تغادر الشرطة يذهب معها كل شيء. لو تأخرت الشرطة عن هذا المكان ل5 دقائق تعم الفوضى وتنتشر المخالفات. ولكن لماذا لا يلتزم سائقو شاحنات الصرف الصحي بالنظام؟ وهل يحتاجون لقبضة أكثر خشونة حتى يتوقفوا عن تلك المهاترات؟ عدد السيارات هنا كبير، والطابور يبدأ منذ الصباح الباكر ومن جميع المداخل التي تؤدي إلى المحطة، والتي تعتبر بدورها صغيرة بالنسبة لعدد السيارات، لذلك نلجأ لمخالفة القانون، وهذا هو أساس المشكلة. إذن على بلدية دبي والجهات المسؤولة الأخرى أن توفر أماكن للراحة ولبيع الطعام والشراب حتى لا تدع فرصة لانتشار المخالفين لقانون العمل والإقامة كبائع الشاي والكعك هذا الذي ما أن وصلنا حتى أطلق ساقيه للريح وترك الجمل بما حمل. وبعد انتهائنا من رصد أفعال سائقي شاحنات الصرف الصحي بدبي عدنا للحادث الأليم من جديد لنجد الرجل قد فارق الحياة رغم المحاولات المضنية لإنقاذه، ولكن الإصابة كانت خطيرة وموعد الرحيل قد حان. إذن تلك هي النتيجة المتوقعة للأفعال غير المسؤولة لسائقي شاحنات الصرف الصحي في دبي. فهذا السائق الذي لقي حتفه أراد العبور لإحدى المناطق السكنية، ولكنه لم يعثر على المنفذ المناسب بسبب إغلاق سائقي شاحنات الصرف الصحي للطريق. محمد الخطيب، أخبار الإمارات.